هاي إذا أحكيها ما حد يصدقها، بس أنا مؤمن أكو ناس تحبك أكثر من اللازم وتتخيل إن أنت إلها. أكو وحدة كانت كلش معجبة بي وتحبني، تتخيل إن هي يومي أنا وياها أسولف، هو ماكو هذا الشيء. فيوم من الأيام راحت سلمت نفسها للشرطة، قالت لهم علي خالدي خطفني وذبني. فكان يتصل بي الضباط ويتصلون بي مدير المركز، مو عيب عليك وانت هيك وراح نفضحك. واقسم ان انا بيومها كنت بالبصره وهي بغداد شارع الرشيد جايه مدري شنو. فخابرني الفنان الاستاذ عقيل موسى المطرب، تحياتنا، قال اكو ضابط اسمه خالد هيك شيء بذاك الوقت، قديمه هاي كلش قديمه. قال لي يريدون يوصلوا لك، انت موجود؟ قلت له لا انا ما موجود، انا بالبصره. فرجع اتصل بي شخص ثاني، الفنان الاستاذ عبد الجعفر النجار، قال انت موجود بغداد؟ انت مو قلت انا رايح البصره؟ قلت له ايه انا بالبصره. خابروني كافه الممثلين اللي كانوا يشتغلون بالمسرح. بعدين قال هذا الضابط يتوعد، قال انت كنت تلعب بمشاعر هاي البنيه وخشي نزلتها هنا وذبيتها، وبس هي اجت اشتكت عليك، والا اجيبك والا اسويك عبره قدام العراقيين. واحلف له ما يصدق. اسولف، اخر شيء قالوا لي يابا روح سوي اثبات وجود. انت وين؟ ورحت سويت اثبات وجود، وبقت للصبح هي موجوده. بعدين اجوا اهلها واكتشفوا الموضوع خطا، ورجعت وسويت دعوه على الضابط اللي كان يهددني وهذا. بعدين اجى سولف لي قدام الفنانين وهذا بالمسرح النجاح، قال لي انت كن مكان البنيه وتجي وتقول وهذا الشخص علي هو اللي خطفني. فاكو ناس ما تتحكم بمشاعرها، هي تحبك، عرفت شلون؟ فانت هنا شلون تتحول هاي البنيه الى اخت وتفهمها ان ترى مو كل واحد يطلع بالتلفزيون هو بالضروره يكون من نصيبك، ولا كل واحد يطلع بالتلفزيون هو صحيح وحقيقي. كثير من الناس وشكرا للسوشيال ميديا اثبتت لنا ان هواي من الناس هم مو احنا اللي نحبهم او هم مكتملين، احنا بشر وعندنا اخطاء، وكثير من الناس تدعي هذا.